التكاتف العربي الكردي انوجد في هذه الثورة. قبل ما كان في تكاتف كردي وعربي بالأصح، ولكن بعد ما ظهرت القوى الخارجية ولعبت في هذه المنطقة وهجرت وقتلت، طبعا ازداد التلاحم بين العرب والكرد على مناطقهم وحماية ممتلكاتهم وأراضيهم. وعندنا الآن طبعا أعداء كثيرة، منها تركيا ومنها داعش ومنها ما يتبعهم ومنها إيران ومنها يعني قوى خارجية كبرى. ولكن بقوتنا وبتلاحمنا مع بعضنا البعض استطعنا أن ننجز شيء كثير في شمال وشرق سوريا، بل دافعنا، بل حققنا مكاسب كثيرة، والحمد لله أتت ثمارها. الثورة بالبداية انطلقت الثورة من عند هبالاتنا الأكراد بدون مشاركة العرب، ولما شعروا العرب بالاحتلال وشعروا أنه الدولة ستسقط ستنهار أمام داعش، تكاتفوا الجميع واتحدوا مع بعضهم وألفوا قوة هائلة من الجيش ودحروا الإرهاب ودحروا داعش إلى حيث لا رجع لهم في هذه المنطقة. فلذلك التكاتف لازم يكون لأن الدم واحد، العرض واحد، الأرض واحدة. نحن بهالمنطقة شركاء حقيقيين بهذه المنطقة، وسندافع عنها مهما كلف الثمن. سندافع عنها كرد وعرب وآشور، نحمي مناطقنا ومنجزاتنا التي حققناها. طبعا الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة. لما تجتمع العشائر كرد وعرب، عشائر كرد وعرب مع بعضها، طبعا هذا دحر للإرهاب. المفروض على كل واحد يدعي أنه شيخ ووراء عشيرة يقف مع الثورة هذه، لأنه هذه حققت منجزات كثيرة. والعدو اللدود لنا في هذه الأيام هو العدو التركي الذي يحاول أن يقضي علينا ويستولي على أرضنا ويستولي على أموالنا. فلنقف كشيوخ كعشائر، نقف في وجه هذه الطاغية صفا واحدا بدون استثناء، ونقف خلف قواتنا المسلحة للدفاع عن سياج هذا الوطن. وجب على الشيوخ العشائر أن توحد الفصائل العشائر مع بعضها البعض، وتوعيهم على الخطر القادم علينا. طبعا في خطر قادم علينا، شيوخ العشائر من واجبهم أن يتداركوا الأمر ويروحوا إلى القرى ويجتمعوا بأهل القرى إنه الخطر قادم علينا، لازم أن تتعاونوا معنا وتتعاونوا مع قوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على هذه المنطقة. أم دليما بهفر بي إذا معناه ينام أم قوتك يشتكن وقت أب إدارة ما أخوة الشعوب شو معناه؟ أخوة الشعوب ده أم براي هفن أم في منطقة خو بباريس اشتركابي جو عملاء أيوانابي مرتزقي سوريا إيجو هذنا باجاري ما احتلال ذكن يعني كرد كعرب كخريستيان أفتمام قواتك يتشكلين وتشكي ديجي هاي دي سدي أم كرد وكرد أنا أم كرد أم نبها فرنا قال لك جماعة دي أوجي اتفاقي قد نقابة ماذا الشيء بي أم ببنا يك قاتي كرد بونا يك عرب جيب مرة خريستيان جيب مرة أم قواتك يتشكلين أم كار منطقة خوي شرقي شمالي سوريا تماين بحمين ومنهل نترب كبنا باجاري مدى قارب دفاع خبكن قارب المنطقة خب باريزن ويبي قوتك أنا مثلا قوتها قصدي كرد وعرب أغلبية كرد وعرب بفرق من الشردكن راسنا أولي بدايتها الشهر كرتنيبون معلومة أوقاتي كرتنيبن قوات عندك ترى أما أوقاتين بونا أبو عرب قوات بيحتربون ما داعش ما قضى صداع وحي أم لطيخ بوعين أم بجنافي عالمي أم بنبتر صبن
دستي خبنا دستي هفدودا أمي منطقة خو حمين إلى رجعها يكيتيا قال لا كرد وعرب براخسي ببنيك براخسي دستي خبنا دستي هفدودا يعني قوات ببيك ودر ببيك قاتيكو خواتان مبويك ودري مبويك وأم حسيب بكن حكى أذكر بهم حكى عربي إنه منطقة يامنة إذا معنا هنا أنبونا قوات